نتواجد في أبعد نقطة جبلية، جماعة بني أحمد موكزن، التي تبعد ب 140 كيلومتر عن مدينة الحسيمة. زيارتنا للمنطقة تزامنت مع أشغال بناء إعدادية، حلم ظل يراود أبناء الدوار. حنا كنطالبوا يعني كمجتمع مدني كنطالبوا باش دار في الجامعه ديالنا جماعه بني احمد مكزل اللي فيها ازيد من 10350 نسمه باش تفك لينا العزله، باش مثلا هاد الناس مثلا حتى هما ماشي يبقاو يوصلوا غير للمستوى الابتدائي ويخرجوا. هذا المشروع اللي حنا متواجدين فيه، هذا المشروع ديال المناره المتوسطه اللي دشنو صاحب الجلاله، ومن هذا المنبر كنشكروا صاحب الجلاله على اللي فكر فينا ودار لنا هذا المشروع باش ولادنا ما يتشردوش وما يتعاطوش للادمان. بالإضافة إلى الإعدادية هناك ملعب لكرة القدم، وهو مشروع يندرج في إطار برنامج متكامل بالجماعات الأكثر هشاشة وعزلة بالإقليم. تم تخصيص 400 مليون درهم لقطاع التربيه والتكوين، ويحتوي يستهدف هذا المشروع احداث 24 مؤسسه، وفي 2017 الان و16 16 مشروع، اما في طور الانجاز كيف شفنا حمدي موكزن، بني بونصار، بني بوعياش، وكذلك واحد المجموعه ديال المشاريع ديال تعويض المفكك، واما الامر في بدايه الاشغال غادي تكون في اخر ماي، وتكون 75 مليون درهم في السنه المقبله و75 مليون درهم في 2019. قبل ان تلج جماعه بني احمد موكزن فانك تخترق جماعه بني بونصار، لكن هذه الجماعة تعد أحسن حالا من سابقتها، فهي اليوم تتوفر على ثانوية إعدادية ودار للطالبة، لكن ارتفاع عدد التلاميذ دفع بالمسؤولين إلى بناء داخلية لمحاربة الهدر المدرسي. كاين خصاص، كان عندنا انقطاعات كثيره بالنسبه للتلاميذ. علاش؟ لانهم بعاد وما كيقدوش يلتحقوا بالمؤسسه ويواكبوا، حيث ان دابا وصلت عندنا المغادره للاقاليم اللي قريبه لمتعدات 100 تلميذ اللي غادرات المؤسسه. لهذا الغرض جاء برنامج منارة المتوسط في شقه التربوي والبيداغوجي لتقليص الفوارق الاجتماعية، والتحدي الأكبر هو تحسين مؤشرات التمدرس بعد التراجع المهول. هذا المشروع هذا غادي يفك العزله على الساكنه ديال المنطقه ديال بني بوصر ككل، وعلى ساكنه جماعه بني احمد موكزن، وغادي يحارب الهدر المدرسي، وغيعطي واحد الديناميه جديده بالنسبه للساكنه ديال المنطقه. ساكنه تعتمد على الفلاحه والكسب في منطقه وعره وصعبه الولوج، لكنها غنيه بمناظرها الطبيعيه وبتنوعها الثقافي.